السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض كده، جايه لكم فيديو جديد، فيديو ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده كنافة هنسلقها في المية السخنة، وان شاء الله هنعمل حاجة حلوة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. طبعا خليكم معانا لاخر الفيديو عشان نشوف الجمال ده عملناه ازاي، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. هنسمي الله وهنصلي على الرسول وهنخش مع بعض كده على الطريق على طول. هنا معايا ربع كيلو من الكنافة زي ما انتم شايفين اهو، دي ربع كيلو من الكنافة، ومعايا كيلو من الحليب، ومعايا 4 معالق من النشا الذرة، وطبعا معايا السكر وكيس فانيليا. تمام. طبعا اي نوع فانيليا بقى بتحبيها سايله بتحبيها كاس، ان الفانيليا تحطيها حطيها، النكهه اللي بتحبيها تضيفيها هتضيفيها. والسكر طبعا زي ما بنقول في كل فيديو بنعمل حاجه حلوه، السكر حسب الرغبه. هنشتغل كده. اول حاجه هعملها كده هجهزها معايا، هحط السكر. طبعا الحليب ده انا كنت غالياه وبرد وفضيته زي ما انتم شايفين كده في الطبق بتاعنا، واحط ايه كل حاجه على البارد كده. حطيت السكر واحط ايه النشا الذرة. تمام بالشكل ده، واقلبهم على البارد وهجهزهم واسيبهم. وهنخش بقى ايه على الطريقه التانية بقى، ايه اللي هنعمل الجمال كله انتوا طبعا شفتوه معانا. عشان هندخلها في الفرن حاجة النهارده، لا هنسلق الكنافة في المية السخنة، وهنعمل بيها حاجة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. طبعا كنت حاطة بقى حلة مية على النار فيها كوبايتين كبار كده من المية، اللي هي الكوباية المعيارية اللي هي 250 ملي. واول ما غلت نزلت بالكنافة زي ما انتم شايفين كده. اول ما المية بتغلي على طول بننزل بالكنافة كده. هفضل اقلب فيها كده لحد ما ما تستوي معانا زي زي العزيزة الدنيا. بس بدل ما نعمل مكرونة أو طريقة ونضيف الكلام ده، احنا هنعملها كنافة أو بالشكل ده. افضل اقلب كده على طول على النار متوسطة، بقلب كده وبقلب على نار شايفينه ده اهو. طبعا الوش كانت قريبة للحلة قوي، البخار طبعا طالع على التليفون يعني ما شاء الله اللهم بارك. قلبت زي ما انتم شايفين كده. اول بقى ما احس ان الكنافه طبعا بنقلب فيها على طول عشان ما تكتلش معانا، وعشان ما تشيطش، نخلي بالنا على طول نقلب فيها. نزلت بالحليب اللي احنا جهزناه معانا بالسكر والفانيليا والنشا الذرة، وهقلب كده على طول. افضل اقلب. هنا هحط بقى الفانيليا اهي بالشكل ده. هفضل بقى اقلب بقى ايدي كده فيها على طول لحد ما تفك خالص كل الكتكوتات اللي فيها دي تفك خالص، وتبقى يعني قوامها حلو كده وكريمي كده زي ما هتشوفوها معانا. بقلب بالشكل ده. طبعا على حسب اسرتك وعلى حسب رغبة اسرتك هتعملي على قد الكمية اللي عندك. انا عملت الصراحة ما شاء الله اللهم بارك كيلو من الحليب. حطيت لي كيلو حليب زي ما انتم شفتوا كده، حليب اللي هو اللبن، احنا بنقول عليه حليب او لبن. بره مصر بيقولوا عليه حليب، احنا مصر بنقول لبن، فدي ودي واحد. تمام. هقلب بالشكل ده تقليب مستمر كده. وهنزل بقى بقطعتين كده، حتتين معلقتين يعني معلقة كده من الزبدة عليها، تديها طعم وريحة وبتبقى بمنتهى الجمال. واقلب زي ما انتم شايفين ايدي فيها على نار متوسطة، ما بنعليش النار. اول ما بننزل بالكنافة ونقلب فيها بنهدي النار خالص، ونقلب على نار متوسطة لحد ما تديني القوام اللي انتوا هتشوفوه معايا. وانا بقى بحطها في الصينية كده. خلصت زي ما شفتوا كل حاجة ما شاء الله استوت فيها. جبت صينية ما دهنتهاش اي حاجة اهي. دي صينية ما شاء الله اللهم بارك، صينية كبيرة يعني ما شاء الله حجم كبير، لان عاملة ما شاء الله كيلو من الحليب زي ما قلت. طبعا حطينا المية وحطينا طبعا الكنافة، كل ده طبعا ما شاء الله يعني بيعمل كمية كبيرة. حطيتها في صينية كبيرة زي ما انتم شايفين كده من غير ما ادهنها اي حاجة. وطبعا هي مستوية، كل حاجة فيها مستوية. هنديها وش تحت الشواية. الخطوة دي بقى عايزة تحطي على الوش سمنة او زبدة مفيش مشكلة. عايزة ترشي رشة سكر كده تدي يعني لون كده تحت الشواية معاكي وتدي لون برضو. ده اللي انا هعمله دلوقتي. انا حطيت بصراحة سكر بودر كده على الوش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. اللهم بارك، كانت في منتهى الجمال وجميلة جدا. عايزة اقول لكم بتمنى ان انتوا فعلا تجربوها، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. انا عاملة العزيزة الدمياطية عندي
على القناة بالمكرونة، لكن دي مختلفة خالص بالكنافة. ما شاء الله اللهم بارك، في منتهى الجمال، ولا هتضربي في الخلاط ولا اي حاجة زي ما شفتوها كده. هنا كنت بقول لكم بقى احطها تحت الشوايه تاخد وش بس. بصوا ما شاء الله طلعت عامله ازاي، حطيتها تحت الشوايه اللهم بارك، خدت اللون الذهبي الجميل ده. طلعت معايا بالجمال ده، حاجه جميله وحاجه في منتهى الجمال. حابه تاكليها سخنه كده مفيش مشكله، بتبقى في منتهى الجمال. انا عن نفسي بصراحه ما اكذبش عليكم، بحبها وهي سخنه كده. بس الصراحه طبعا عشان التصوير وعشان يبقى يعني اوريها لكم كده ان هي طالعه حته بحته، استنيت لما بردت تماما خالص وبعد كده قطعت منها الصراحه. لكن انا في الحقيقه والله بكلمكم بصراحه بحبها سخنه بصراحه كده. بناكلها بالمعلقه، بنحط الصينيه طبعا احنا انا وعيالي كده، وبنقعد ما شاء الله يعني ناكل كده بالمعلقه منها. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، طلعت معايا بالجمال انتم شايفينه، جميله جدا جدا، حاجه سهله وسريعه. ان شاء الله تجربوها هتعجبكم جدا جدا، وبحبكم في الله جدا جدا، وعايزه اشكر كل حد وكل فرد دخل في اسرتنا البسيطه الصغيره كده، وعيلتنا ان شاء الله تكبر بيكم. وبشكر اي حد برضو والله بيرفع لي اي فيديو عنده على المنتدى، بحبكم في الله جدا جدا، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق لينا اجمعين، انا واخواتي من جوه مصر وبره مصر، بالنجاح والتوفيق لينا يا رب. يا رب كده ان شاء الله نشوفكم كده من احسن القنوات واعلى القنوات اللي في الدنيا. طبعا ما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم لينا وأجمعين، بالشفاء لكل مريض يا رب، وبصلح الأحوال لنا أجمعين، وتكون سنة سعيدة علينا إن شاء الله بالخير، وتخش عليكم بالخير إن شاء الله. السنة الجديدة تكون سنة يا رب كده كلها خير يا رب العالمين. آم، زي ما شفتوا كده قطعت منها، وطبعا كالعادة زي ما انتم متعودين، معلش أنا عارفة أكيد انتوا بتقولوا عليا رغاية وفي نفس الوقت تفصى بس أنا والله مش تفصى ولا حاجة، بس انا بحب ادوق معاكم الحاجه عشان اوريها لكم بامانه. وبصراحه كان سكرها مظبوط جدا جدا، قلت السكر على حسب الرغبه. زي ما بتحبوا السكر هتحطي. طلعت معايا زي ما شايفين بردت بقى خالص، تقطعي بقى بالخرطه زي ما انتم شايفين اللي احنا بنجيبها من بره زيها بالظبط. اللهم بارك في منتهى الجمال. معلقه السمنه البلدي اللي حطيناها لها اديتها طعم جميل جدا، ورشه السكر بودر دي ادت لون ذهبي كده ليها. هنحطها زي ما قلت، هي كل حاجه فيها مستويه، هنحطها تحت الشوايه بس. بحبكم في الله جدا جدا، يا احلى اخوات في الدنيا، يا احلى متابعين. آه يا رب كده اشوفكم في احسن حال يا رب العالمين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. وزي ما قلت متنسوناش باللايك والاشتراك، وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. واي حد عايز اي حاجه يكتب لنا في التعليقات. بحبكم في الله جدا، مع الف سلامه.